السلام عليكم واهلا بكم في حبك لذاتك يساوي مضاعفة مبيعاتك. اللايف النهارده هينقسم لقسمين. الاول هحكي قصة من الحياة عن اهمية واثر حب الذات في ان احنا إن لما نقدر ننجح ونحقق مبيعات نحس بطعمها وتكون فعلا متسقة معانا، بمعنى ان احنا ازاي ننجح بأنوثة. انا هشرح ده بمثل، وبعد كده هوضح العرض اللي كنت قلته في اللايف السابق، لان بعض الناس كان عندهم تساؤلات تجاهه. طيب نبدا باول حاجه. انا عايزه احكي لكم ان انا كنت في راجعه، يعني النهارده كان يوم جميل جدا، لاني كنت في ايفنت كان في الجامعه الامريكيه في التحرير اسمه كان كله بيتناول تمكين المراه وازاي انها تنجح في عملها وتحقق ذاتها بشكل يناسبها، بيحقق لها التوازن والسلام، عشان دي حاجه مهمه جدا. فبما نقول بشكل يناسبها، اذا هنوصل لاهدافنا بانوثه. طيب تعالوا بقى نشوف كده امتى ممكن ننجح، والنجاح ده ما يكونش بأنوثة. ده حصل لي الحقيقة في وقت، حصل لي لما أنا كان عندي تحديات ومشاكل في جوانب في حياتي، وأنا مش عايزة أفتح الملفات دي ولا أواجهها. بهرب من مواجهة المشاعر. طب بهرب من مواجهة المشاعر بإيه؟ بالشغل. كنت حريقة شغل، رامية نفسي في الشغل. فطبعا اشتغلت بكثافة عالية جدا، وأعلنت عن خدماتي جامد جدا، وكانت نتيجة الجهد ده إني حققت مبيعات. بس عارفين ايه اللي حصل لما حققت المبيعات في اللحظه دي؟ ما كنتش حاسه باي طعم او سعاده للموضوع، لان انا جوايا مشاعر عايزه تطلع، جوايا حاجات انا رافضه اسمعها، وبلهي نفسي بالشغل. فانا حققت نجاح في انجاز وفي بيع فعلا، لكن كان ما فيهوش انوثه. ليه؟ لان الانوثه فيها جزء اساسي منها قوي، ان المراه اساسا بتحس. فاحتفاء المرأة بمشاعرها وانها تعيش مشاعرها وتستمع لمشاعرها حاجة مهمة جدا. فمش عايزين يا جماعة يكون شغلنا شماعة بنهرب بيها من مواجهة امور تانية مهمة في حياتنا. طب ده بيحصل ازاي وندركه ازاي؟ بالوعي بذاتنا، والوعي بدوافعنا الحقيقية. احنا بنعمل اللي بنعمله ليه؟ انا عندي عميلة جميلة برضو كان عندها نفس الموضوع ده. هي كانت تشغل نفسها قوي قوي، وتقول لي ايه، انا الموضوع كان مضايقني وانا يعني نسيته، اتلهيت في حاجات تانية كتير، ورجعت اول ما شفت فلانه دي افتكرت الموضوع واتضايقت. قلت لها ما هو طبعا، ما انت لما اتضايقتي في الاول ما عملتيش اداره لمشاعرك عشان ايه، انك يعني توصلي لحل. انت خدرتي نفسك بانك تتشغلي. احنا مش عايزين شغلنا يكون مخدر يا جماعه، احنا عايزين شغلنا يكون وسيله لتحقيق ذاتنا ولارتقائنا. فكوني واعيه قوي بانت بتعملي اللي بتعمليه ليه، والا اذا عملتي الحاجه الصح لاسباب غلط مش هتحسي بطعمها. وانا جربت ده وكان درس اتعلمته. مش عايزين نخلط بين ده وبين ايه، ان احنا مهم يكون عندنا اهداف في حياتنا تحركنا. يعني في بعض المواقف في الحياه يمكن التحرر من ازمات ومشاكل في الماضي، احد طرق علاجها فعلا ان انت تحطي لنفسك اهداف. ده حقيقي، لكن الاول محتاجه ادير المشاعر واتعلم الدرس، وبعدين احط اهداف للمستقبل. ما ينفعش ان انا اتجاهل المشاعر واروح ايه غطسانه في موضوع تاني، لان المشاعر موجوده وما راحتش في اي حته، وتجاهلي ليها هيزودها ويكبرها جوايا، وخليني زي ما بقول لكم بجد مش هتعرفوا تستطعموا النجاح. فالنجاح اللي بأنوثة هو النجاح اللي فيه احترام كامل لمشاعرك وادراك لنيتك، وعيك الذاتي انت بتعملي اللي بتعمليه ده ليه بالظبط وامتى، وهل هو الاولويه ولا في حاجات اولى انك تنتبهي لها في اللحظه دي. كل دي نقط مهمه جدا جدا، حبيت لتمام الفايده اشارككم فيها. يعني انا في اللايف بتاع امبارح اللي حاطه لكم برده لينك في وصف اللايف ده، اديتكم امثله على لما رائده الاعمال تكون مش بتحب وتقدر ذاتها بقدر الكافي، ليه ده ممكن يخلي المبيعات بتاعتها قليله او تبقى مش راضيه عن مستوى مبيعاتها. النهارده بقى حبيت اديكم وجه تاني، ان عدم التفاتنا لمشاعرنا هيخلي النجاح ملوش طعم، لانه من النجاح مش بانوثه. فيا رب المثل ده يكون واضح ليكم. بعد لايف امبارح جات لي شويه اسئله على العرض اللي انا عاملاه، فحابه اوضح العرض ده تاني. وطبعا بعد ما اوضحه برضو اذا عندكم اي اسئله او استفسارات تقدروا تشرفوني بالتعليق او بانكم تراسلوني على الخاص باذن الله. انا يا جماعه عندي كورس مستمر
اسمه لايفز ماستري بوت كامب. مستمر ليه؟ لان اللايفز ماستري بوت كامب هو يعتبر شكل من اشكال الجلسات الفرديه اللي بتجمع بين التريننج والكوتشنج. معسكر اتقان اللايفات، ايه الهدف منه؟ الهدف منه اني اساعد رواد الاعمال ان هم يقدموا لايفات احترافيه بكل ثقه وبكل استمتاع ويتغلبوا على المخاوف. فبنستخدم الكوتشنج في حاجتين اساسيتين. بنستخدم الكوتشنج في ان احنا يبقى عندهم نوايا عليا من الكورس ويدركوا قيمته فيطبقوا كل الخطوات ويبقى عندهم الحافز للتطبيق. بنستخدم الكوتشنج برضو للتعامل مع المخاوف والمعتقدات السلبيه اللي تخص اللايفات، فده جزء الكوتشنج، وبتبقى ايه جلسات فرديه هنا. والتدريب برضو فردي، احنا بنعمل جروب على الفيسبوك عشان ندربك على كل المهارات اللي محتاجاها عشان تعملي لايف احترافي خطوه خطوه. اول حاجه بنعملها ان انا مثلا بشرح لك ازاي تعملي مهارات صوتيه، زي كل مخارج حروفك تبقى واضحه، وازاي تعملي تنويع في صوتك عشان المستمع يفضل منجذب لكلامك. طب ازاي انت تستفيدي بده وتطبقيه عملي؟ بنبقى في جروب مقفول على الفيسبوك انا وانتي، واللي بيحصل ان انا بديكي المهاره اشرحها لك وانتي بتطبقيها في لايف وانا بقيمها. لقيتك ممتازه فيها بقول لك اتفضلي نتنقل للخطوه الثانيه. لقيتك لسه محتاجه تزودي شويه حاجات وتحسني، بفضل معاكي لغايه ما توصلي للاتقان الكامل في المهاره دي، وبعدين تتنقلي المهاره اللي بعدها. فاحنا بالشكل ده بننمي مهاراتنا بانوثه واستمتاع، لان احنا واخدينها خطوه خطوه. وانا لسه جاي لي امبارح رساله فرحت قلبي من عميله، يعني هي خلصت المستوى الخاص بالصوت بس لسه ما دخلتش على بقيه المهارات اللي احنا بعد كده بندي مهارات تانية مرتبطه بلغه جسد الثقه ومهاره الحكي، وازاي تعملي لايف تسويقي وامتى تحطي الاوفر في اللايف، وازاي تعملي لايف تفاعلي، وازاي انت تبقى افكارك متسلسله في اللايف وفي نفس الوقت تردي على تعليقات الناس وما تفقديش تركيزك. كل دي مهارات بنتعلمها، بنتعلم الاستضافه، حاجات كتير، خطوات كتيره بناخدها. هي خلصت الصوت بس ولاحظت فرق في مستوى اللايفات اللي بتعملها، وبعتت لي رساله طويله قوي فرحت قلبي. فاحنا الجميل ايه؟ احنا فعلا في كورس لايفز ماستري بوت كامب بنشتغل بانوثه، بنركز على حاجه واحده نتقنها، ولما نتقنها معنوياتنا ترتفع، نبقى جاهزين للخطوه الثانيه. فده لايفز ماستري بوت كامب هو مستمر طول الوقت. ليه؟ لان هو فردي. لما هتجيلي انا الماده عندي، فلما هتجيلي في اي وقت تقولي لي هبه انا عايزه اخد معاكي لايفز ماستري بوت كامب، بعمله لك لوحدك. فهو مش كورس له ميعاد، لا ده هو بالطلب، اللي تحب تاخده في اي وقت بتقدر تاخده. انما انا عامله حاليا عرض مميز، ان اذا شرفتيني بالحصول على كورس لايفز ماستري بوت كامب معسكر اتقان اللايفات قبل 15 ديسمبر، هتحصلي مجانا تماما على ماستر كلاس فيمينين سيلينج، البيع بانوثه. ازاي تضاعفي مبيعاتك بانوثه واستمتاع. والكورس بينقسم لجزئين اساسيين مع التطبيقات طبعا، لان انا اساسي عندي التطبيقات، انا ما بقدمش حاجه فيها كلام نظري خلاص، كل شغلي التطبيق متضفر كده في الحاجات اللي ربنا فاتح عليا بيها. فايه اللي بنعمله في الماستر كلاس ده؟ اللي بنعمله اولا بنرفع مستوى حب وتقدير الذات وادراكك لنقط تميزك من جواكي الاول. محتاجه تحسي بقيمتك وبتعرفي انك ليكي بصمه فريده قبل ما تطلعي تتكلمي عنها قصاد الناس، محتاجه تصدقي فيها بنفسك. وانا كنت قلت لكم في اللايف السابق ان في كذا عميله، اكتر من واحده كانت جايه تقول لي ان عندها احساس يعني مؤلم وهي بتعمل دعايه لشغلها، ان في كوتشز كتير في السوق، فاشمعنى انا؟ لانها مش حاطه ايدها على ايه اللي بيميزها. وفي حاجه في السيل اسمها يونيك سيلينج بروبوزيشن او يونيك فاليو بروبوزيشن. يعني ايه القيمه المميزه اللي انت بتقدميها لعملائك. فهنبقى بننمي اولا احساسنا بالحب والتقدير لذاتنا، وادراكنا ان كل واحده لها قيمه ولها بصمه، وكل واحده بقى من خلال التدريبات اللي هنعملها هتكتشف هذه القيمه. ده اول مرحله. تاني مرحله البيع نفسه له مهارات، والبيع بانوثه مختلف عن البيع العادي. فهنتكلم ازاي تبيعي بانوثه، استراتيجيات محدده وخطوات محدده. وبعد ما نتكلم هيبقى في يوم بتطبقي عملي. كل اللي في الماستر كلاس كل واحده هتطلع تتكلم عن المنتج بتاعها بقى بالروح دي، بعد ما ادركت استراتيجيات البيع بانوثه تبقى ازاي، وبعد ما هي بقت من جواها مدركه قد ايه هي عندها قيمه تقدمها وشايفه تميزها ونقطه تفردها. فكده تبقى طالعه وهي نبدا كده 2025 واحنا جاهزين نضاعف مبيعاتنا بانوثه واستمتاع، ودي اهم حاجه.
فالماستر كلاس ده تقدروا تحصلوا عليه مجانا تماما اذا شرفتوني بالاشتراك في كورس معسكر اتقان اللايفات قبل 15 ديسمبر. هو ده العرض اللي انا قلته امبارح، فكان بعض الناس عندهم اسئله فيه، حبيت اوضحه تاني. واذا برضو عندكم اي اسئله يسعدني ان شاء الله ان انا يعني اكون معاكم. وطبعا لو نفترض ان لو انت راضيه عن مستوى اللايفات بتاعتك، اللايفات بتاعتك بتحقق لك النتائج اللي انت عايزاها، فانت حاسه ان موضوع اللايفات انت مش محتاجاه، ممكن تشرفيني بالاشتراك في الماستر كلاس لوحده. انما اذا شرفتيني بالاشتراك قبل 15 ديسمبر في كورس معسكر اتقان اللايفات هتحصلي على الماستر كلاس مجانا تماما. فكده يعني ايه، ودي كانت مفاجاه انا عملتها لعملائي اللي خدوا الكورس وخلصوه، لايفز ماستري بوت كامب، واللي بياخدوه حاليا. فاجئتهم امبارح ان ايه كلكم هتحصلوا على الماستر كلاس ده هديه في اخر السنه ان شاء الله، عشان باذن الله 2025 تكون سنه ان احنا بنحقق اهدافنا بانوثه واستمتاع وجمال وابداع، ونكون عندنا الوعي زي ما قلت لكم بقى في الاول. البيع هيبقى له طعم لما اكون بعمله وانا متزنه، مش وانا بستخدم الشغل كشماعه عشان نهرب من حاجه تانية زي ما قلت في اول اللايف. البيع هيبقى له طعم لما اكون عارفه قدر نفسي وانا مصدقه من جوايا في قيمه اللي بقدمه، ولما اتعلم شويه مهارات واستراتيجيات لمهارات اقناع بطريقه انثويه، بطريقه انثويه فيها لطف ما فيهاش ضغط. فبالتالي لما نتقن ازاي نبيع بالطريقه دي هتكوني مؤثره جدا بالنسبه لعملاء المحتملين اللي يقدروا قيمه خدماتك وبصمتك الفريده في الحياه. بس فده اللي حبيت اقوله النهارده، واذا عندكم اي اسئله يسعدني ان شاء الله. وربنا يوفقكم في كل خطواتكم. اذا تعرفوا اي حد ممكن يستفيد من الفرصه دي ارجو انكم تعملوا شير لللايف على اوسع نطاق. ويعني ربنا يوفقنا جميعا ان احنا نأدي رسالتنا في الحياه باجمل طريقه، ونسيب اثر ملموس وجميل في حياه عملائنا. حبيبتي يا هبه تسلمي يا رب، ربنا يخليكي، وحشاني على فكره. تسلمي على كلامك الجميل حبيبتي، نورتيني واسعدتيني بالمتابعه. وانا سعيده جدا جدا بيكم جميعا، وناس كتير بعتوا لي اسئله من امبارح يعني، فانا حبيت اعمل اللايف ده لمزيد من التوضيح. وان شاء الله دايما يا رب متالقين ومن نجاح لنجاح. اهم حاجه بايه يا جماعه؟ بانوثه واستمتاع. اشكركم، اشوفكم على خير دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.